وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، الجملة واضحة وصريحة. وجعل بينكم مودة ورحمة، أنا الزوج شيء والزوجة شيء، في شيء بينهما. بينهما ده اللي بيتنزل عليه المودة والرحمة. الله لو ما كانش بيني وبين الأشخاص، بيني وبين الزوج والزوجة، لو ما كانش بين الزوج والزوجة الله، العلاقة دي مش هيبقى فيها مودة ورحمة. العلاقة دي مش هتبقى علاقة جيدة، مش هيبقى فيه لتسكنوا إليها. طيب الله بقى يبقى بيني وبين، يبقى بين الزوج والزوجة ازاي؟ كل واحد فيهم هيظبط علاقته بربنا. كل واحد فيهم هيظبط علاقته بربنا. هيظبط علاقته بربنا عن طريق انه الصلاة والاتصال، الاستغفار، الدعاء، تدبر القرآن، الصدقة، الصيام، الأخلاق، المعاملات. أنا بظبط كأني لوحدي فرد كده، بظبط علاقتي بربنا، والطرف التاني هو كمان بيظبط علاقته بربنا. حلو. فكده بيبقى كل واحد فيهم ربنا في حياته. فلما يجوا يبقوا زوج وزوجة بإذن الله تعالى يبقى بينهم مودة ورحمة. ولما يبنوا العلاقة اللي بينهم دي بالزواج اللي هو الميثاق الغليظ، بيبقى برضو بيعبد الله بإن النور، الميثاق الغليظ ده يبقى فيه نور ويبقى فيه مودة ورحمة من الله. فأنا بصلح حالي مع نفسي وهو بيصلح حاله مع نفسه، وفي نفس الوقت احنا الاتنين بنستمد طاقة الميثاق الغليظ اللي بينا والعلاقة اللي بينا من الله. الله هو اللي بيصلح ما بينا، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصلح ما بين الأزواج. فأنا دلوقتي بروح احاول افهم جوزي واعلمه واقول له طب اعمل كذا وما تعملش كذا علشان حياتنا تبقى كويسة، ونتخانق وده مش عاجبني وهو يقول ده مش عاجبني. احنا كده بنلعب فين؟ بره بينكم. طب بينكم دي، طب ما انا سبحانه وتعالى احنا نتقي الله احنا الاتنين ونرجع لربنا ونقول يا رب ايه اللي لو عملناه كل واحد على حدة، وايه اللي لو عملناه احنا الاتنين ما بيننا وما بين بعض يبقى بينكم مودة ورحمة، فتنصلح العلاقات. صلاح العلاقات لا يأتي إلا بالله، هو اللي بيصلح. أصلح ذات بينكم، فكل واحد بيصلح ذات بينه من جوه، وبيصلح ما بينه وبين الطرف الآخر، بأن يبقى الله هو اللي في العلاقة، الله بينكم، فتنصلح العلاقة. لف كتير ودور كتير وتعلم كتير واعمل اللي ما يعمل في الدنيا كلها إلا أن تبدأ بالله. ابدأ بالله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل واحد هيغير ما في نفسه الأول، ثم نيجي على العلاقة اللي بيننا وبين بعض ونرى إن الله هو الفاعل، هو اللي يصلح. فلما أصلح ما بين كل واحد، يصلح ما بينه وبين الله، ونستنى الصلاح يجي في العلاقة، الله يصلح ما بيننا. فالله هو الفاعل، هو الفاعل. أما أفعال أزواجنا ومشاكلنا مع أزواجنا دي مش الأصل. الأصل إن علاقتنا بربنا باظت كأفراد، وعلاقتنا بربنا كزوجين باظت، فما بقيناش لتسكنوا إليها، ما بقيناش عارفين نسكن لبعض. فبالتالي احنا نصلحها من عند الله، لان هي لما باظت لان الله ما بقاش بينكم، ما بقاش الله في الصورة، فباظت العلاقة. فلما نيجي نصلحها بذكاء جدا، وده المنطقي وده اللي الآية بتدلنا عليه، نصلح ما بيننا وما بين الله كل واحد على حدة، ونصلح ما بيننا وما بين اللي هو الزواج، العلاقة نفسها، نصلح الميثاق الغليظ اللي بيننا وما بين بعض، ونستمد الصلاح ده من الله سبحانه وتعالى. نشوف ربنا طالب مننا نعمل ايه كأزواج، نتصرف ازاي، اخلاقنا ازاي، اعمل ايه في الموقف ده، اجيب من ربنا سبحانه وتعالى. غير كده هو هيخبط فيها وهي تخبط فيه، هي تحاول تصلحه بطريقتها ويحاول يصلحها الدنيا بتبوظ اكتر، لان الله مش بينكم. بس كده. وده الفيديو ده من سلسلة فيديوهات هتبقى في الحياة الزوجية والبيوت وازاي التعاملات مع بعض. لو النوع ده من الفيديوهات بيعجبكم اعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة واعملوا لي كومنت حلو، وقولوا لي ايه نوعية الفيديوهات اللي تحبوا نتكلم فيها ان شاء الله فيما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.